السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر إيهاب رمضان. ولله الحمد عندي خبرة أكتر من 20 سنة في تدريس مادة الرياضيات. إن شاء الله النهاردة في الفيديو ده وسلسلة الفيديوهات الجاية هشرح لكم مادة الإحصاء لطلبة الصف الثالث الثانوي بتاع القسم الأدبي منهج مصري، أو الثالث الثانوي الأزهري قسم الأدبي. الاتنين بياخدوا نفس المادة. طبعا المادة هنا تعتبر مادة جديدة، مش جديدة بالمفهوم العام لأن الطلبة اللي قبل كده كانوا بيدرسوها، لكن كانت مادة لا تضاف للمجموع ولذلك ما كانش في حد بيهتم بيها. إنما دلوقتي المادة دي أصبحت تضاف للمجموع، فطبعا كل درجة تفرق في مستقبل الطالب. تمام. طبعا أنا عارف إن طلاب القسم الأدبي ما يحبوش مادة الرياضيات، ولذلك ده أنا هراعي النقطة دي في الشرح وأعتمد اعتماد كلي على الآلة الحاسبة بحيث إن أنا أسهل المادة إلى أكتر درجة ممكنة. إن شاء الله أوعدكم في سلسلة الفيديوهات دي في الشرح هتشوفوا حاجات بتتشرح بطرق ما شفتهاش قبل كده، ويمكن كمان مش هتشوفوها إلا عندي بإذن الله، أو حتى كمان مش هتشوفوها في كتب خارجية. تمام. طبعا هنبدأ إن شاء الله بالدرس الأول اللي هو درس الارتباط. درس الارتباط درس ما فيهوش فكرة. تمام. درس سهل جدا وبسيط جدا. إن شاء الله درجته مضمونة في الامتحان. طب أول حاجة هنا بيقول لي كل الكلام اللي هو موجود ده نظري، وهنقول إيه اللي بيجي في الامتحان. تمام. أول حاجة هنا بيعرفني يعني ارتباط. هو طريقة إحصائية يمكن من خلالها تحديد درجة ونوع العلاقة بين المتغيرين، زي مثلا باحث أو دكتور بيعمل مثلا بحث عن العلاقة بين مرض تنفسي مثلا زي الربو ومثلا التدخين السجاير، فبيروح يدرس مجتمع من المدخنين، متطوعين من المدخنين 10-20-100 زي ما يدرس، وبعد كده بيبدأ يطبق للارتباط ويشوف هل الارتباط قوي يبقى فعلا التدخين هو سبب رئيسي من أسباب المرض، أو ارتباط ضعيف أو ارتباط منعدم لا مفيش علاقة بين التدخين وبين المرض اللي هو التنفسي ده زي الربو. تمام. أول نوع من الارتباط اللي بندرسه هو الارتباط الطردي. هو في متغيرين دول مرتبطين ببعض، ليهم علاقة ببعض. كلما زاد أحدهما التاني بيزيد، ولو نقص أحدهما التاني بينقص، زي أجر العامل وخبرته. طبيعي كل ما مدة خبرة العامل تزيد كل ما أجره يعلى، وكل ما مدة خبرته تقل كل ما أجر العامل يقل. تمام. طيب هنا ده اسمه ارتباط طردي، ودايما لما بجيب معامل الارتباط بتاعه بيبقى قيم موجبة. يعني هنا اللي هو معامل الارتباط بيكون ساعتها قيم موجبة. أول ما أشوف قيم موجبة أعرف على طول الارتباط طردي. تمام. طيب الارتباط العكسي هو علاقة بين متغيرين، لو واحد زاد التاني يقل، والعكس لو واحد قل التاني يزيد. تمام. زي العلاقة بين ساعات التدريب على استخدام الآلة الكاتبة. طبعا ده مثال قديم في الكتب القديمة أيام ما كان في آلة كاتبة. انت اعتبرها هنا كتابة على الموبايل. تمام. كل ما تتدرب اكتر على الكتابة على الموبايل وتقعد على الموبايل وانت بتكتب بوقت اكتر، كل ما طبعا بيقل عدد الوقت المستخدم في الكتابة وتقل اخطائك في الكتابة. دي حاجة طبيعية. طب ممكن ندي مثال تاني اسهل، اللي هو المثال بين السرعة والزمن. تمام. كل ما تبقى اسرع العربية تمشي بسرعة كل ما تاخد وقت اقل انك توصل. تمام. وكل لما سرعتك تقل كل ما تاخد وقت اكتر في الوصول للمكان اللي انت عايزه. اهو مثال تاني غير عدد ساعات التدريب استخدام الآلة الكاتبة. تمام. طيب انا هنا بقى عندي معامل الارتباط. ايه هو معامل الارتباط ر؟ هو مقياس كمي دي يعني بارقام. تمام. وطبعا احنا عارفين ان دي احنا خدناها في ابتدائي قبل كده، ان الكمي هو ارقام والوصفي هو حروف. قال لي يقيس قوة الارتباط وله الخصائص التالية. تمام.
ر تكون موجبة في حالة الارتباط الطردي، احنا قلناها قبل كده، وفي حالة الارتباط العكسي ر بتكون سالب. يبقى الر هنا ما بين السالب واحد والواحد، ما بين السالب واحد والواحد. تمام. طيب يبقى انا لو جيت قلت لك ر تساوي 1.2، هل ده معامل ارتباط؟ اقول لك لا، لان ده بيزيد عن الواحد. لو جيت قلت لك ان المعامل الارتباط بواحد وسالب 3، سالب بتاع ده سالب 1.3، اقول لك برضه لا، لان هي عدت الواحد، ما ينفعش يكون ارتباط. تمام، لازم الارتباط ما يعديش الواحد ولا السالب واحد. طيب قال لي تتحدد درجة الارتباط كما اتفق عليه كما يلي: ارتباط منعدم صفري ر تساوي صفر. تمام. ندي مثال زي العلاقة بين الدخل والمصروفات. تمام. واحد بخيل جدا بيقبض وليكن 300 جنيه في الشهر، ما بيصرفش حاجة، صفر. تمام كده، ما بيصرفش حاجة خالص، يبقى ده على طول ايه؟ ده هنا ده ارتباط منعدم صفري، مفيش. تمام. طيب ارتباط ضعيف لو هنا ما بين الصفر والأربعة من عشرة، يبقى من هنا من الصفر لحد ال4 من 10 اهي، لحد ال4 من 10، ده كده اسمه ايه؟ اسمه ارتباط ضعيف. طيب سواء بقى هنا بقى من الصفر من 4 من 10، أو من الناحية التانية من الصفر للسالب 4 من 10، ده كده اسمه ايه؟ اسمه ارتباط ضعيف. يبقى المنطقة دي اسمها ارتباط ضعيف. تمام. طيب بيجي ازاي؟ ممكن يجي لك في ايه؟ في اختياري. تمام، يقول لك ده ارتباط ضعيف، هل كذا هل مثلا 7 من 10 ولا واحد ولا ويديك اختيارات. انت بتدور على رقم يكون يا 4 أقل من ال4 من 10، أقل من إيه؟ من ال4 من 10. تمام؟ طيب قال لي متوسط إذا كان من 4 من 10 ل6 من 10، من 4 من 10 ل6 من 10، يعني من فين لفين؟ يعني قال لي من هنا من 4 من 10 لحد 6 من 10، والكلام ده سواء كان طردي أو عكسي، نفس الكلام. سواء كان طردي أو عكسي، من سالب 4 من 10 ل6 من 10، سالب 6 من 10، برضو يبقى ده إيه؟ يبقى ارتباط متوسط. قال لي أكبر بقى من ال6 من 10، يعني من 6 من 10 لحد واحد، بس ما خدش الواحد. تمام. قال لي ده ارتباط قوي. يبقى هنا المنطقة دي من 6 من 10 لحد الواحد، وهنا من سالب 6 من 10 لحد سالب واحد، دي اسمها ارتباط قوي. قال لي بقى لو بواحد، يبقى ده اسمه ايه؟ ايوه، ده اسمه ارتباط طردي تام. ولو بسالب واحد يبقى ده ايه؟ يبقى ده ارتباط عكسي تام. طيب هنا أول قانون هدرسه علشان أجيب معامل الارتباط اسمه معامل الارتباط بيرسون، أو معامل الارتباط الخطي. يبقى دي اسمين، بيرسون أو الارتباط الخطي. طيب معامل ارتباط بيرسون بيستخدم للمتغيرات الكمية. تمام، يعني اللي فيها أرقام. تمام. إنما لما يكون عندي متغيرات ليست كمية، زي مثلا تقديرات طالب في الكلية، إذا كان مثلا مقبول، جيد، ممتاز، ضعيف، دي هنا اسمها متغيرات وصفية. ساعتها بستخدم معامل ارتباط سبيرمان اللي هندرسه فيما بعد. تمام. طيب القانون بتاع معامل ارتباط بيرسون اهو، اللي هو ده. السؤال هل نحفظه ولا ما نحفظوش؟ طبعا بالنسبة للثانوية العامة المصرية السنين السابقة كانوا بيجيبوا حاجة اسمها ورقة المفاهيم، كان بيكتبوا فيها القوانين دي، فكان مش شرط اللي احنا نحفظ القانون. تمام. لكن السنة دي الله أعلم هل هيكون في جديد، ان هم مش ورقة المفاهيم مش هتبقى موجودة، الله أعلم. بالنسبة لطلبة الأزهر، هل نحفظها أو ما نحفظهاش؟ في الأزهر عموما احنا ما عندناش موضوع ورقة المفاهيم، فنتمنى طبعا انه يحفظوا القوانين، وسواء كان طلبة أزهر أو تربية وتعليم، الأفضل اللي احنا نحفظه، ومش هنخسر حاجة لما نحفظ قانون واحد. تمام. طب أنا عايز أفهم الكلام ده. طبعا أنا مش هقدر أفهم القانون إلا لما أفهم الجدول، وبالمناسبة المسألة دي تتحل بالآلة الحاسبة وهنشوف إزاي. عندي الجدول هنا بيقول لي قيمة المبيعات بالأرقام اللي انتوا شايفينها، وقيمة الأرباح بالأرقام اللي انتوا شايفينها. رحت عامل جدول من 5 أعمدة زي ما انتوا ده شايفين، كتبت هنا السين
42 45 51 في العمود الأول، وكتبت صاد 22 23 25 في العمود الثاني وجمعتهم. يبقى هنا العلامة دي اللي هي عاملة زي حرف الإي المقلوب، اللي هي دي بنسميها الصم أو مجموع السين كام؟ ب 600. جمع 42 و45 51 كل ده طلع ب 600. ومجموع الصاد اهو جمع 22 23 25 الى اخره لحد ال 33 طلع المجموع 240. تمام. طيب العمود الثالث عمل ايه؟ ربع ال 42. طب ازاي بربع ال 42 على الاله الحاسبه اهي؟ نكتب 4 2 واروح جاي هنا ده قوس التربيع اهو، طلع زي ما انتم شايفين 1764. وبنفس الاسلوب 45 51 وافضل اربع الارقام بتاعت السين اهي زي ما انتم شايفينها، واعمل نفس الحركه مع صاد. تربيع ال 22 بكام؟ 484. واعمل نفس الحركه في صاد واجمع مربعات السين، يعني كل الارقام دي انا بجمعها اهو، المجموع طلع ب 37146. واجمع مربعات الصاد طلع المجموع بكام؟ ب 7974. طيب هنا العمود الاخير هو ضرب السين في الصاد، يعني لو ضربت 42 في 22 هتديني 924 اهو. ضربت 42 في 22 هتساوي 924 زي ما انتم شايفين. وبعد كده جمعت في النهايه. طب هل هيجي لي في الامتحان نفس الاسلوب ده؟ تمام، حسب الامتحان. لو فضلوا يعني على نفس الوضع زي السنة اللي فاتت اختياري فقط، فطبعا ممكن تشوف المسألة دي في الاختيارات ممكن، بس مش هتكون بالكم ده، يعني هتكون 4 قيم 3 قيم 5 قيم بالكتير، يعني مش هتكون القيم دي كلها. تمام. طيب بعد ما جمعت بقى السين صاد عوضت في القانون اهو، قال لي نون ده عدد القيم. نعد كده عدد القيم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى دول 10 قيم، نون 10 قيم. في مجموع السين صاد، مين مجموع السين صاد؟ اهو اللي هو 17187 ناقص مجموع السين. فين مجموع السين؟ اللي هو 600. في مجموع الصاد، فين مجموع الصاد؟ اللي هو 280 على جذر نون احنا قلنا ب10. في مجموع السين تربيع اهو 37146 ناقص مجموع السين الكل تربيع. مجموع السين الكل تربيع يعني 600 أس 2، 600 تربيع. تمام. في جذر نفس الكلام النون اللي هي ب10 في مجموع الصاد تربيع اللي هي 7974 ناقص الصاد مجموع الصاد الكل تربيع. مجموع الصاد الكل تربيع يعني 280 الكل تربيع. زي ما انتم شايفين عوض بالارقام. بعد ما عوض بالارقام حطها على الآلة الحاسبة طلع الناتج 99%. انا عارف 99% اهي في المنطقة المنطقة الزرقاء، ده ارتباط قوي اللي هي اكبر من 6/10 وما كملتش الواحد، يبقى ده ارتباط ارتباط قوي. طب ازاي نحل المسألة دي بالآلة الحاسبة؟ هبدأ بالآلة الحاسبة الأولى اللي هي 991 اي اس بلس. طب ليه بدأت بالآلة الحاسبة دي؟ لأنها مع معظم الطلبة. بعد ما أخلص بيها عليها هبدأ بالآلة الحاسبة الثانية اللي هي 991 اي ار اكس اللي هي مع بعض الطلبة، يعني هشتغل بالاثنين دول بإذن الله. طيب أول حاجة بصفر الآلة، يا ريت شيفت 9 3 يساوي سي. أنا كده صفرت الآلة وعملت لها ضبط مصنع زي ما بيقولوا أو إعادة تهيئة، عشان خاطر لو فيها أي حاجة تبقى ما تغلطنيش يعني. تمام. بعد كده هخش على المود واروح داخل على كلمة ستيت اللي هي رقم 3. بعد كده هختار رقم 2 اللي هي الاي زائد البي اكس اللي هي رقم 2. ادي هنا الواي وادي الاكس. هدخل الارقام بتاعت الاكس اللي هي السين. 4 2 يساوي 4 5 يساوي 5 1 يساوي 5 8 يساوي 6 0 يساوي 6 1 يساوي 6 6 يساوي 6 9 يساوي 7 3 يساوي 7 5 يساوي. تمام. شايفين هنزل اهو بالزرار اللي تحت ده عشان اطلع لاول قيمه اهي، اول واحده اهي.
شايفين جنبها كلمة واحد، واروح داخل بالسهم ده كده جنبها اهو، وابدا اكتب في الواي. طبعا هنا المثال كبير جدا وده غلط بالمناسبة، الامثلة لابد ان هي تكون خفيفة وسهلة عشان ما تلخبطش. قول 22 لان هنا امكانية الخطأ في جدول كبير زي ده كبيرة. يبقى 22 23 25 26 28 29 31 31 كمان 32 33. طبعا اتاكد ان انا كتبت 10 قيم اهو، من دول 10 1 2 3 10 صح، اهي 10 اهي زي ما انتم شايفين اهي، وانا كده تمام. بعد كده هنا بضغط زرار الاي سي تمام، وبعد كده بضغط على كلمة شيفت ستيت اللي هي رقم 1 تمام، وبعد كده هنا اختار اللي هي رقم 5 تمام. في الخمسة هنا اهي الار هي رقم 3، لو ضغطت عليها وقلت يساوي، ادي الار اهي، ادي التسعة دي 8 قبليها 7، اقرب السبعة تخلي التمانية 9، يبقى 99 من 100 تمام. ودي كده ايجاد معامل الارتباط بالآلة الحاسبة. طيب هنستخدم الآلة الحاسبة الثانية اللي هي اي ار اكس. هضغط على كلمة المنيو واروح على كلمة الستاتيكس او الاحصاء، هتلاقوها رقم 6 ستاتستيك او احصاء تمام، وهتضغطوا هنا يساوي وتختاروا رقم 2 اللي هي ايه زائد البي اكس تمام. ونفس الكلام هنحط هنا قيم الايه السين والصاد. طبعا انا هكتب اي قيم خلاص عشان ما اضيعش وقت، عشان نبقى احنا فاهمين اي قيم. واروح الناحيه الثانيه نفس الكلام اي قيم تمام. بعد كده هضغط، انا خلاص دخلت القيم بتاعت الاكس والواي، اروح ضاغط على زرار الاي سي، واروح ضاغط على كلمه ايه اوبشن تمام، واختار رقم 3 تمام، واضغط. هيجي هنا يقول لي شايف طلع لي كل حاجه، طلع لي هنا الاي والبي دي، على فكره ان شاء الله الدرس الجاي نستخدمهم. طلع لي هنا الار ب 8 6 6 تمام. طبعا دي ارقام، محدش يقول لي يا استاذ دي 99، انا ما دخلتش نفس الارقام، دخلت ارقام تانية. يبقى انا هنا الار هي دي، ده معامل الارتباط بتاعي، ده طريقه استخدام الاله الحاسبه اللي هي ال 991 اي ار اكس اللي هي بيقولوا عليها البيضه. طبعا اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي فات ده كان اسمه معامل ارتباط بيرسون، اللي وكان لا يصلح الا للقيم الكميه فقط، يعني الارقام بس تمام. هنا هنتكلم معامل ارتباط الروتب لسبيرمان. هنا سبيرمان يختلف عن بيرسون في انه ينفع للارقام وينفع للبيانات الوصفيه. البيانات الوصفيه اللي هي فيها كلام، زي درجات الطالب في المرحله الجامعيه اللي هي ما بيجيب في الماده مقبول جيد جدا ممتاز مفيش درجات تمام. وزي دلوقتي حاليا درجات الطلبه في الابتدائي يقول لك ده جايب ازرق، ده جايب اخضر، ده جايب احمر، نفس الكلام تمام. فمعامل ارتباط الرتب لسبيرمان قلنا ان هو بينفع للاثنين تمام. طب اول حاجه بعملها ببدا اكتب السين والصاد، والسين والصاد انا بكتب الجدول اهو، كاتب لي مقبول جيد جدا ممتاز جيد جدا مقبول مقبول، والرياضيات جيد 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 جدا ممتاز جيد ضعيف تمام. ببدا هنا ارتب من الصغير للكبير او الكبير للصغير، مفيش مشكله براحتي. طبعا هنا متعودين على الترتيب من الصغير للكبير. اصغر حاجه هنا انا عندي مقبول جيد جدا ممتاز جيد مقبول مقبول، يبقى اصغر حاجه هنا عندي مقبول، ابتدي ارقمها. مقبول هنا هتبقى رقم 1، بس في مقبول تانية تبقى رقم 2، في مقبول تانية تالتة يبقى رقم 3. بعد كده في الجيد مفيش جيد، في جيد جدا يبقى دي 4 ودي كام 5. بعد كده في الممتاز يبقى دي رقم كام 6. طيب بالنسبة للمقبول أنا عندي 3، هل هكتب ترتيبهم 1 و2 و3؟ قال لي لا، قال لي خد ادي هنا المقبول وادي المقبول وادي المقبول، قال لي روح خد المتوسط الحسابي بتاعهم. يعني ايه خد المتوسط الحسابي بتاعهم؟ قال لي روح اجمع الواحد والاثنين والثلاثة
وقسمهم على عددهم 1 و2 3 و3 6. 6 على 3 تساوي كام؟ 2. فأصبح المقبول ترتيبه هنا الاثنين، والمقبول الثاني ترتيبه الاثنين، والمقبول الثالث ترتيبه الاثنين. يبقى أنا عملت كده ليه؟ لأني أخدت المتوسط. تمام؟ طيب بعد كده هنبص على الجيد جدا. تمام؟ الجيد جدا زي ما انتم شايفين أنا عندي هنا الرابع والخامس. انا قلت لما بلاقي حاجه متكرره انا بكتب المتوسط بتاعها، ما بكتبهاش هي. يبقى بروح جامع 4 زائد 5 واقسمهم على عددهم. 4 و5 دي عددهم 2، يبقى 4 و5 9. 9 على 2 فيها الأربعة ونص، وزي ما انتم شايفين الترتيب اهو اصبح كام؟ 4 ونص. لان ما بكتبش الترتيب نفسه، انا بكتب المتوسط بتاع الترتيب ده في حاله وجود تكرار. في حاله وجود ايه؟ تكرار. تمام؟ اما زي ما انتم شايفين في الممتاز مفيش تكرار وفي 6 صح، يبقى هو كتب الستة زي ما هي. يبقى لما ما يكونش في تكرار بكتب الترتيب زي ما هو، انما لما يكون في تكرار لابد ان انا اجيب الايه؟ اجيب المتوسط. تمام كده؟ طيب تعالوا هنا نرتب من الصغير للايه؟ كبير. جيد 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 جدا ممتاز جيد ضعيف. يبقى هنا دي رقم 1. بعد الضعيف اكيد مقبول، مفيش مقبول. بعد المقبول ادي جيد، بس جيد متكرره، يبقى جيد دي 2 ودي 3 ودي 4 صح كده؟ بعد كده جيد جدا هي 5، بعد كده الممتاز هي الستة. تمام؟ طب الضعيف متكررة؟ لا مش متكررة. تمام؟ فلذلك هو كتب الترتيب بتاعها زي ما هو من غير ما يغير. انما الجيد متكررة صح، ادي جيد ادي جيد ادي جيد. كم وكم وكم؟ 2 و3 و4. 2 و3 و4 يقول 2 زائد 3 زائد 4 على التلاتة. طبعا 2 و3 5 و4 9. 9 على 3 فيها التلاتة. اذا هنا هو ما كتبش الترتيب، هو كتب المتوسط اللي هو كام؟ اللي هو 3 اهو. ادي 3 3 3 بالنسبة للجيد. طيب بعد كده نخش على الجيد جدا. السؤال هل في الجيد جدا في تكرار؟ لا مفيش تكرار، فراح كاتب الخمسة زي ما هي. تمام؟ طب هل الممتاز في تكرار؟ لا برضو الممتاز ما فيهوش تكرار، فكتب الممتاز زي ما هو. تمام؟ طيب بعد كده الفه. يعني ايه الفه؟ الفه هنا الفرق. تمام؟ وفي الفرق هنا انا بطرح 2 ناقص 3. طب هل س ناقص ص او ص ناقص س تفرق؟ لا ما تفرقش، لاني انا بربع والتربيع بياكل الايه؟ بياكل السالب. تمام؟ يبقى هنا 3 ناقص 2 2 ناقص 3 ما بتفرقش. 2 ناقص 3 بسالب 1. 4 ونص ناقص 3 بواحد ونص. 6 ناقص 5 بواحد. 4 ونص ناقص 6 بسالب واحد ونص. 2 ناقص 3 بسالب 1. 2 ناقص 1 بواحد. تمام؟ بعد كده ربع تربيع السالب. احنا اتفقنا ان هنا زي ما انتم شايفين التربيع بياكل السالب، يعني كل دي قيم موجبه. سالب 1 كل تربيع بواحد. 1 ونص تربيع هي ب2 وربع. وبعد ما ربع زي ما انتم شايفين جمع الترتيب تربيع، يبقى هنا مجموع الف يساوي ايه؟ بيساوي التربيع. تمام كده؟ طيب بعد ما هنا جمع التربيع بدأ اعوض في القانون. دي اللي تهمني. تمام؟ دي الايه؟ اللي بتهمني. تمام؟ هنا لو جيت عوضت في القانون 1 ناقص 6 في مجموع الفيه تربيع اللي انا جبته ب 8 ونص، يبقى 6 في 8 ونص على نون. نون اللي هي بكام؟ اللي هي ب6، هم عددهم 6، يبقى 6 في نون تربيع يعني 6 تربيع يعني 36. شيل منها واحد يبقى 35. يبقى 6 في 35 جاب هنا الناتج 76، وده نوعه طبعا ارتباط قوي. تمام؟ بالمناسبة لو أنا بنفس طريقة الآلة الحاسبة في بيرسون دخلت على الآلة الحاسبة الرتب بتاعت السين والصاد، برضه هيجيب لي معامل الارتباط قريب جدا من ده، يعني بعد التقريب ممكن يوصل للرقم ده. تمام؟ طيب بس طبعا هنا زي ما انتم شايفين ما دام انا عملت كل ده فبالمره نكمل يعني خلاص بقى. فتمام مش هيوفر لي وقت، يعني ان انا اجيبه على الآلة الحاسبة مش هيوفر لي وقت. نبدأ هنا بقى نحل التمارين على الدرس، وبكده نكون هنا الدرس كله اللي هو أول درس معانا في مادة الإحصاء. يقول لي هنا اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. هل إذا كان المتغيران يتزايدان معا أو يتناقصان معا؟ إحنا عارفين إن ده إيه؟ أيوه تزايد معا والتناقص معا، يبقى ده إيه؟ طردي. طيب معامل الارتباط قياس كمي يقيس قوة الارتباط حيث الره ما بين، أيوه عارفين إن هي ما بين السالب واحد والواحد وفترة.
طب يعني ايه فترة دي بالمناسبة؟ يعني اي رقم ما بين السالب واحد معانا، اي رقم حقيقي، ومثلا الستة ستة ستة سبعة، ده مش رقم ما بين السالب واحد والواحد، يبقى معايا في الفترة. تمام. طيب، او ممكن اقولها بصيغة تانية، هو كل الارقام الاكبر من السالب واحد والاصغر من واحد. طيب اللي بعده، اقوى معامل ارتباط عكسي. هو قال لي عكسي، عكسي يبقى هبص للسالب ونشيل، لو كان في موجب يبقى ما يلزمنيش. تمام. طيب هنا 2، هنا 5، هنا 7، هنا 8، بروح لأكبرهم، يبقى هو ده أقوى معامل ارتباط عكسي. طيب هنا قال لي أقوى معامل ارتباط، ما قالش عكسي ولا طردي. تمام، يبقى مش هيهمني الإشارة، يبقى السالب أو موجب ما تفرقش معايا. طيب أول حاجة ده عدى الواحد، قلنا عدى الواحد ما ينفعش يكون معامل ارتباط أساسا. تمام، يبقى أنا هدور ما بين السبعة والتسعة والتلاتة. طب ليه ما قلتش سالب 9 يا مستر؟ لأنه قال لي هنا معامل ارتباط، يبقى أنا الإشارة ما تهمنيش مين الأكبر، السبعة ولا التسعة ولا التلاتة، يبقى التسعة. طيب اللي بعده، أقل معامل ارتباط، برضو ما قالش النوع، يبقى الإشارة ما تهمنيش. وقلنا اللي معدي الواحد أو معدي السالب واحد ده ما ينفعش يكون أصلا معامل ارتباط، يبقى أنا هدور على ده أو ده. دي هنا 9 ودي هنا كام؟ 12. في طلبة هتقول لي لا التسعة أكبر، أقول لك لا، لما تيجي تقارن أعداد عشرية وتشوف مين الأكبر، التسعة ولا ال 12، لازم تعمل حاجة اسمها تجنيس الأعداد. يعني إيه تجنيس الأعداد؟ يعني أخلي، ودي درسناها في ابتدائي، يعني أخلي هنا رقمين هنا رقمين، فبزود صفر، أصبحت دي هنا 90 ودي هنا 12. مين الأكبر، ال 90 ولا ال 12؟ أكيد ال 90 أكبر من ال 12، يبقى هو ده أكبر إيه؟ أكبر واحد. معامل الارتباط المنعدم، فاللي منعدم اهي من اسمه منعدم يعني صفر. قال لي إذا كان ر معامل رقم 7، إذا كان ر هو معامل ارتباط بين س وص، وكانت العلاقة بينهما تمثل عكسيا تاما. تاما دي يعني واحد، عكسيا يبقى في سالب، يبقى سالب واحد. تمام. طيب اللي بعده، ر معامل الارتباط وكان معامل العلاقة بينهما تمثل ارتباطا طرديا. طرديا دي يعني أعداد موجبة لا تساوي الصفر وليست أكبر من الواحد، لأن احنا قلنا إن احنا أخرنا في الارتباط ما بين السالب والواحد والإيه والواحد. فين الأعداد الموجبة؟ اللي هي اللي بتاع ده ما بين الصفر والأعداد موجبة، يعني ما بين الصفر والواحد، صح كده؟ ما بين الصفر والواحد أهو. طب ليه ما خدتش دي؟ لأن معايا الصفر، بس أنا لو خدت الصفر ده مش هيبقى طردي، هيبقى ساعتها إيه؟ هيبقى منعدم، فما ينفعش. انا عايز طرد، يبقى مش هاخد الصفر، يبقى من الصفر لكام؟ للواحد. طب لو قال لي عكسي، يبقى من الصفر للسالب واحد، هي نفس الفتره، بس هتبقى من السالب واحد للايه؟ للصفر. طيب اللي بعده 9، قال لي مجموع قيم الوسط التي وسطها الحسابي س تساوي 8 وعددها 7. دي مساله ابتدائي، انا عارف طبعا الوسط الحسابي بيساوي ايه؟ مجموع القيم على عددها، صح كده؟ بيساوي المجموع على العدد. طب لو انا عايز المجموع، يبقى المجموع هيساوي الوسط في العدد، صح؟ الوسط عندي بكام؟ قال لي الوسط عندي ب8 والعدد عندي ب7، يبقى اقول 8 في 7 ب56. قال لي هنا العلاقة بين محيط الدائرة وطول نصف قطرها هي ارتباط. اي علاقة او اي قانون سواء مساحات او محيطات او حجوم هو ارتباط تام. هو ايه؟ ارتباط تام. بشوف العلاقة ما بين المتغيرين، لو علاقة في القانون واحدة فوق والتانية تحت، يبقى دي على طول ده عكسي. لو الاتنين على نفس السطر او في نفس المكان بقول ايه؟ طردي. تمام. يعني هنا انا عارف ان محيط الدائرة بيساوي 2 باي نقر، صح كده؟ طب شايفين المحيط على مش تحت الكسر ولا حاجة، وده نفس الكلام، يبقى ده على طول ايه؟ ايوه ده على طول هيبقى طردي. طردي تام. طردي ايه؟ طردي تام. تمام. طيب ممكن اقولها، طب انا عرفت ان ازاي طردي، ممكن برضو بالتعريف بتاع الطردي، لو النق زادت المحيط هيزيد، بس خلاص. لكن لو النق زادت والمحيط هيقل، يبقى على طول دي مش طردي، هتبقى عكسي. تمام. يبقى يفهمها كده يفهمها كده براحتي خالص. النق زادت المحيط زاد، يبقى على طول ده، وده قانون، وما دام قانون يبقى ايه؟ يبقى تام، يبقى دي طرد ايه؟ تام. تمام. طب اللي بعده، العلاقة بين
طول ضلع المربع ومحيطه. تمام، أنا عارف إن محيط المربع بيساوي الضلع في 4. تمام، قانون يبقى تام، صح كده؟ طيب الضلع زاد، المحيط زاد، يبقى إيه؟ يبقى برضه طردي تام. العلاقة بين طول ضلع المربع ومساحته، أنا عارف إن المساحة بتساوي مربع الضلع، يعني الضلع أس 2. تمام، طيب هل دي علاقة خطية؟ كلمة علاقة خطية يعني الأس بيكون واحد، هل هنا الأس ده واحد؟ لا، يبقى دي مش علاقة خطية، يبقى دي لا تنفعني ولا دي تنفعني. طب هي علاقة غير خطية؟ علاقة غير خطية. لا توجد علاقة؟ لا، ده في علاقة اهو، ده قانون، والقانون هو علاقة بالمناسبة. يبقى على طول المساحة بتساوي الضلع تربيع، يبقى دي هنا ايه؟ علاقة غير خطية. طيب 13، عند حساب معامل ارتباط الرتب السبرما لمتغيرين س وص، وكان مجموع الف تربيع ب 63 والنون بيساوي 8، هبدأ اكتب القانون بتاعي سواء كنت حافظه او من الورقة اللي هتجيلي في اخر السنة. احنا قلنا كل الكلام ده مش معروف دلوقتي، هيبان فيما بعد. تمام، وابدأ ايه؟ وابدأ اعوض اهو. 1 ناقص، اجيب آلة الحاسبة واقول هنا 1 ناقص، واعمل زرار الكسر، قال لي 6، يبقى 6 في مجموع الف تربيع. مجموع الف تربيع عندي ب 63، يبقى دي 6 3. تمام، انزل تحت على، قال لي نون، النون اللي هي بكام؟ قال لي نون ب 8، يبقى اقول 8 وفي، وافتح قوس اهو، نون تربيع، يبقى دي 8 تربيع، صح؟ ناقص 1 واقفل القوس واقول يساوي، طلع كام؟ بربع. اضغط زرار الاس دي عشان هو هنا كتبه لي 10، ودي 25 من ايه؟ من 100. طيب بيقول هنا في دراسة إحصائية لإيجاد معامل ارتباط بين متغيرين س وص، إذا كان مجموع الس بصفر ومجموع الصاد بصفر ومجموع الس تربيع ب10 ومجموع الصاد تربيع ب40 ومجموع الس صاد ب20 والنون ب5، عايز معامل الارتباط الخطي لبيرسون. اتفقنا ان القانون ده اما ان احفظه او اجيبه من ورقة المفاهيم، وقلنا دي حاجة هنعرفها في اخر السنة، هل هيكون في ورقة مفاهيم ولا لا. اروح بقى اجيب الآلة الحاسبة بالشكل ده واروح عامل زرار الكسر. قال لي نون، قال لي نون هنا عندي، ابص على النون اهي، النون ب5، يقول 5 في مجموع السين صاد اهي، مجموع السين صاد 20، يقول 20. بعد كده ناقص مجموع السين بصفر اهو، صفر في مجموع الصاد بصفر، يبقى في صفر اهو. خلصت اللي فوق، خش على اللي تحت، اكتب اول جذر. اول جذر هنا نون احنا قلنا نون ب5، يبقى 5 في مجموع السين تربيع، مجموع السين تربيع ب10 اهو، يبقى 5 في 10 ناقص. تمام كده، هنا قوس، يبقى اعمل قوس. قال لي مجموع السين بكام؟ مجموع السين بصفر، ادي صفر واقفل القوس وادي تربيع. تمام، طب انا بعمل كده ليه مع ان الصفر ده معروف ان الصفر تربيع بصفر يعني مش هيأثر؟ انا بعمل كده عشان خاطر لو مجموع السين مش بصفر تبقى انت فاهم انت بتعمل ايه. تمام، الكل تربيع. خلصت الجذر الاولاني، ما انساش اطلع من الجذر اهو، في اهو زي ما انتم شايفين، ما دام ما مدش الشرطه بتاعت الجذر يبقى انا كده طلعت من الجذر. في الجذر الثاني اهو، ابدا نون اللي هي كام؟ نون اللي هي 5 في مجموع الصاد تربيع، مجموع الصاد تربيع عندي هنا 40. تمام كده، ناقص، افتح قوس، مجموع الصاد بكام؟ مجموع الصاد بصفر، فاكتب صفر، اقفل القوس واعمل تربيع. تمام كده، واضغط يساوي، يبقى انا كده جبت ايه؟ معامل إيه؟ الارتباط. عندي طلع معامل الارتباط بكام؟ زي ما انتم شايفين طلع بواحد. المسألة الأخيرة عندنا في درس اليوم هي عن معامل ارتباط الرتب لسبيرمان. احنا قلنا ده بتاع الرتب بتاع الر. طبعا دي هنا زي ما انتم شايفين بيانات ايه؟ بيانات كمية. هكتب السين وهكتب الصاد، وبعد كده اكتب رتب السين ورتب الصاد، وبعد كده اكتب الفرق، وبعد كده اكتب الفرق ايه؟ الفرق تربيع. تمام، انا هعمل السين بس وانتوا تكملوا زي ما شرحت قبل كده. السين هنا 10 12 14 16. اصغر حاجة هنا في سين اللي هي ال10 تبقى دي 1، اللي بعديها ال12 تبقى دي 2، اللي بعديها 14 تبقى دي 3، اللي بعديها 16 تبقى دي 4. يبقى هنا رتب س
هل في تكرار؟ مفيش تكرار. طب ما دام مفيش تكرار الدنيا تبقى سهلة، بكتب الحاجة زي ما هي، 1 2 3 4. نفس الكلام لصاد، الصاد عندي هنا 18 20 21 24. أصغر حاجة هي ال 18 يبقى رقم 1، وهنا ال 20 رقم 2، وال 21 رقم 3، وهنا ال 24 رقم 4. تمام. نفس الكلام رتب 1 2 3 4 نفس الكلام. لو لاحظتوا ان انا لما هجيب الفهم اطرح هلاقيها بصفر سوري، صفر عربي، صفر 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 صفر، وبناء عليه كله صفر، يبقى الفه تربيع نفس الكلام بصفر، يبقى المجموع بصفر. مجموع الفه تربيع بصفر، يبقى اروح دايما اعوض في القانون. اروح اعوض في القانون، هتبقى 1 ناقص 6 في، ما احنا ده طلع بصفر، وصفر على اي رقم هيديني صفر، اذا هيطلع دي بكام؟ بواحد. يبقى هنا ده ارتباط تام. ارتباط ايه؟ تام. الخلاصة لما اشوف نفس الرتب للسين والصاد، تمام، يبقى على طول الارتباط بتاعي بواحد، من غير بقى ما اعوض، من غير ما امسك قانون، من غير. تمام. نفس الرتب والفرق هنا بصفر، يعني الفه بصفر، يعني الفه تربيع بصفر، يبقى على طول الارتباط بتاعي بواحد. وكده اكون خلصت اول درس بشرح وافي باذن الله، واشوفكم على خير. وطبعا ما تنسوش التشجيع عشان اقدر اكمل السلسلة دي باذن الله. اشوفكم على كل خير باذن الله. مع السلامة.